هل فعلا السوشيال ميديا مهمة لكل الشركات؟ وهل أنا لازم مثلا أنزل محتوى كل يوم؟ السؤال ده بقى هيعمل خناقة. السوشيال ميديا مهمة لواجهة الشركات، لكن لنجاح الشركات لا طبعا. الشركات شغالة من قبل السوشيال ميديا، فالسوشيال ميديا مهمة لواجهة الشركات ولوجود الشركات، لتعريف الشركات بخدماتها. لكن هو أنا عشان أعرف الناس بخدماتي لازم أطلع أعمل فيديوهات؟ انا ممكن اعرف الناس بخدماتي في اعلان ورقي، ممكن اعرف الناس بخدماتي من خلال العلاقات الشخصيه. عمرك ما شفتش كذا بيزنس بيقوم على العلاقات الشخصيه فقط؟ العلاقات الشخصيه تقدر ان هي تعمل لك اي حاجه. قول لي ليه؟ لان العميل اللي بيكون جاي لك بيكون معدي اول مرحله في الفانل، انه ما بيكونش ليدز، لا ده بيكون كواليفايد او عميل مهتم ان هو يعرف الحاجه اللي انت بتعملها ديت، لانه غالبا بيكون جاي عن ترشيح شخص او صديق او اخ او قرايب او ايا كان. فالشركات مهم ان يكون لها بروفايل تعريفي على السوشيال ميديا، ده الطبيعي، لان عشان تقدر انك انت توصل لجمهور اكبر. لكن انت ممكن توصل لجمهور من غير سوشيال ميديا. لكن لو انت بزنس ستارت اب، يعني بفكر جديد او فكره ما اتعملتش قبل كده، فاسرع طريقه للوصول هي السوشيال ميديا. طيب لكن نقطة بقى انك انت تنزل محتوى كل يوم، لا طبعا مش لازم تنزل محتوى كل يوم. انت ممكن تنزل فيديو واحد في الاسبوع يكون افضل من فيديو كل يوم بكتير جدا. لكن الفكرة كلها في الفاليو، نوع الكونتنت، طريقة التصوير، طريقة المونتاج، ده كله بيفرق في الفيديو بتاعك. مش قاعدة انك انت تنزل محتوى كل يوم، لكن القاعدة بقى اللي انا عارف انك انت تقصدها انك انت تستمر وجودك على السوشيال ميديا.